السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب في كأس أفريقيا. صعدت المغرب إلى دور الثمانية بشق الأنفس أمام منتخب تنزانيا. يعني في رسائل بتجيلنا، تونس امبارح والمغرب النهارده بصعوبة على أرضها وسط جماهيرها، وبتفوز على تنزانيا بصعوبة زي ما قلت لكم وهفضل أقولها. الخريطة اتغيرت، الخريطة بتتغير، مفيش فريق أو منتخب ضعيف ومنتخب قوي، كل المستويات مقتربة وقريبة من بعض، كل الأماني ممكنة لكل الناس، لكن مما لا شك فيه إن دور الثمانية خلاص هيبقى كلها مباريات نهائية، كلها مباريات نهائية. يعني تخيل مثلا مصر وكوت ديفوار ده نهائي، المغرب والكاميرون ده نهائي، السنغال والجزائر ده نهائي، مين تاني ممكن هيصعد؟ كل الماتشات دي ماتشات نهائي. ده معناه ان خلاص بقى دخلنا في الجد. النهارده يمكن تشكيل منتخبنا الوطني زي ما عودناكم ان احنا بنقول تشكيل الاقرب ان يبدا بيه الكابتن حسام حسن، مش هيبقى فيه تغيير عن مباراه جنوب افريقيا، باستثناء ابراهيم عادل بدلا من احمد سيد زيزو. ليه؟ عشان تريزيجيه يدخل في وسط الملعب، وهيكون ابراهيم عادل، محمد صلاح، ومرموش. ده التشكيل الاقرب. وفي طبعا معانا في الفقره الثانيه على البوديوم هيبقى في تشكيلات، هيبقى في نجوم مصر بقى، محمد صديق واحمد صالح هيقولوا لنا التشكيلات بتاعه منتخبنا الوطني. 2 مديرين فنيين، بحب اجيب لكم كده الناس ايه، لعيبه منتخبات ومديرين فنيين، كوتش يعني يقدر يقول لنا ايه الفكر اللي ممكن يعمله الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن كان الله في العون، يعني راجل شايل، مش شايل هم فريق او منتخب، شايل هم جماهير، شعب، بلد بجد. انا بتكلم معاه النهارده الراجل يعني بيتكلم دعوات بقى، ادعوا لنا الدنيا، احنا اهم حاجه الناس تفرح، كلام من هذا القبيل. يعني حاطط همه على الناس، على الناس، على الناس، على الناس، الناس تفرح، الجماهير تفرح، مصريين يفرحوا. فدي بحد ذاتها حاجه كده يعني بتخليك تشعر بقد ايه الراجل ده بيحب بلده، زي ما كان لعيب وتفانى في لعبه، سواء للنادي الاهلي، سواء لنادي الزمالك، سواء للمصري، سواء للترسانة، سواء لكل الانديه، ومنتخب مصر طبعا على راس كل هذه الانديه. طيب في البدايه برحب بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. كابتن اسامه حسني، اهلا بيك كابتن اسامه. مساء الفل يا بوب، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت منور طيب الدنيا، وسنه سعيده عليك ودايما متالق. ربنا يخليك كابتن اسامه. كابتن طارق السيد، اهلا بيك كابتن طارق. حبيبي يا بوب، منور الدنيا. سعيدنا معاك. انتوا مع بعض في 2006، انتوا الثلاثه، مش انتوا الاثنين، انتوا الثلاثه. جبناه من على سلم الطياره. جبناه من على سلم الطياره. دخلت مكان مين يا اينو؟ حسني. ازيك يا اينو؟ ازيك يا مومو؟ مكان حسني عبد ربه. سنة طيب. مكان حسني اللي تألق في 8 و10. في 8 و10. كان ليا الشرف طبعا اللي انا كنت موجود في كاس الامم وحصلنا عليها، وكان ليا الشرف اللي انا كنت بلعب مع نجوم كبيره في الوقت ده، فالحمد لله. يعني النهارده شفنا مباريات كابتن اسامه. الكاميرون بتفوز على جنوب افريقيا 2-1، المغرب بتفوز على تنزانيا، وغدا مباراه مصر وبنين. خلينا نتفق ان مفيش خلاص مباريات سهله. ايوه، يعني الناس اللي بتقول ده مصر مع بنين ثالث المجموعه، مفيش الكلام ده. انت النهارده خرج فريقين عربيين، السودان امام السنغال، تونس كمان، وانا بعتبر خروج تونس مفاجاه، ان مالي بتلعب ناقصه وقت طويل ب1-1، بعد كده بتروح لركلات الترجيح، كانت تونس اللي اقرب، بتفوز مالي. فالنهارده بتتكلم على فريقين عربيين، السودان وتونس خرجوا. النهارده المغرب كمان بتكسب باداء غير مقنع. النهارده المغرب الفريق اللي على ملعبه وسط جمهوره، تنزانيا تعمل 90 دقيقه قدام المغرب بالشكل ده، والمغرب بتفوز 1-0 بس. فالنهارده بتقول ان الخريطه اتغيرت، ما بقاش في مباريات سهله خلاص في كاس الامم الافريقيه. واصابه عز الدين أناحي كمان يعني طب فارق جدا معاه، وقبلها رومان سايس في بدايه البطوله.
فالنهارده شكل المباريات قبل المباراه تقول فرص مثلا المغرب افضل، لكن على ارض الواقع بتلاقي الامور فيها صعوبات. زي كده بقى مباراه مصر بكره ان شاء الله، نتمنى لمصر الفوز في مباراه بنين. الكل بيتوقع ان مصر تفوز، لكن لازم الرساله اللي توصل للعيبه ان مفيش فوز هيجي بسهوله، مفيش فوز هيجي غير بالتركيز، بالاداء، بالالتزام داخل الملعب. تلاقي بنين بكره بتكافح كفاح كبير. بنشوف الصفحه الرسميه للاتحاد البنيني وهو عامل صوره النهارده لاحد اللعيبه مع محمد صلاح، واتمنى دي تكون حافز بقى لعيبه منتخب مصر. ضايقتني قوي الصوره دي. الرد هنا بقى يعني انا ازاي صوره زي دي تنزل؟ خلي بالك هم يعني انا حتى يعني انا رفضت اجيبها، وهي صفحه جماهيريه ورفضت اعلق عليها يعني، بس انت قلتها تمام. لا ده خلاص. خلي بالك الحاجات دي حلوه قوي تكون حافز للعيبه. اتمنى الجهاز الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن هات الصوره دي وعلقها للعيبه في اوضه اللبس بكره قبل المباراه، علشان دايما يبقى رد اللعيبه انت بترد في الملعب، ما بردش خارج الملعب، انا تركيزي داخل ال 90 دقيقه بس. لكن مباراه صعبه، لكن نتمنى التوفيق لمنتخب مصر فيها. وان شاء الله الرد هيبقى من محمد صلاح. ان شاء الله الرد هيبقى من محمد صلاح، لان الصوره دي صوره بدون تعليق، مش هقدر اعلق، لان لو علقت هغلط، بجد هغلط. محمد صلاح مين يقعد على الارض ايه يا عم ده؟ بس تمام. نيجي بقى الماتش بنين، وانت واحد يمكن لسه كنت بكلمك قبل الهوا، يعني افتكرت ليك مباراة بنين وتألقت بشكل كبير جدا جدا. وانا قلت حتى في الحلقة امبارح ان طارق السيد يمكن عملت 2 اسيست، يعني الاسيست دلوقتي بقى بيبقى بفلوس يا طارق. انت عملت لي اسيست في الماتش ده، كان في بنين صح؟ لا ده أيوة. عمل تريكة. لا هو لا ده عمل لي اسيست، انا جبت جون في الماتش كان في بنين صح؟ 2-3 انت 3-3 جبت جون هناك؟ جون الثالث التعادل على ما لا أعتقد. التعادل حسن مصطفى. يبقى انا الجون الثاني بقى مش فاكر والله. الثاني ابو تريكة. انا جبت جون في المباراه دي. يبقى الاول كان احمد. لا مش احمد حسن، لا، احمد لا. ما جابش جوان. يبقى هو اسامه مش حسني. مشكله أحمد 3-3 يبقى وخلاص. اسامه حسني. هو بص الماتش ده كنت انا قاعد على احتياطي ونزلت الشوط الثاني. انا نزلت في انا الهاف تايم. تايم. لدرجه هديك حته حلوه قوي في الماتش ده، اللي ما اعرفش يعني يمكن ايه. ابو تريكه لقى الكوره ماشيه معايا قوي مساعداني، قال لي روح لقدام وسيبني انا هدافع وراك. لا يا راجل. اقسم بالله الكوره كانت مساعداني قوي وماشيه معايا جدا. فابو تريكه كان عنده انكار ذات بصراحه في الملعب، وقال لي لا كمل انت اللي قدام يا اسامه. ويمكن انا فعلا عملت 2 اسيست في الشوط الثاني. انا نزلت والنتيجه 2-0، غيرنا النتيجه ل 2-1 وبعد كده 3-1 وبعد كده وخلي بالك كنا مضيعين ضربه جزاء بشير التبعي. الله ينور عليك، الله ينور عليك. وبعد كده تعادلنا 3-3 في اخر الماتش، ودي كانت تصفيات كاس عالم 2006. عطلنا الماتش ده، خلي بالك عطلنا كتير قوي قوي. بس خد بالك انت لما تبتدي ماتش 2-0 كان ماتش صعب. وهقول لك على حاجه برضو، دي من الحاجات اللي فاكرها اسامه، ما اعرفش فاكرها ولا لا، بتاعت الميه ولا الحقنه. الله ينور. الميه دي بص حاجه غريبه جدا. الميه دي احنا دخلنا اوضه اللبس قبل المباراه. طب سيبني اقولها بقى، ما انا اللي بتكلم. خليك تكمل. الفرقه بتاعت بنين جايبين لنا ميه، كراتين ميه في اوضه اللبس. فكان في مساعد لتارديلي وقتها اسمه جانينيو لوك مسك الميه كده، فراح قلب الازازه وضغط عليها وهي مقفوله. فلقى الازازه بسن ابره كده محقونه حاجه الميه. لا والله. والله اقسم بالله سن رفيع. فعمل الازاز كلها، قال ما حدش يشرب من الميه دي يا جماعه. لا دي محقونه ماده علشان ممكن يبقى في كشف منشطات، في حاجه في الميه دي، فما حدش يشرب من الميه دي. مشيناها من عندنا على طول. لا والله بعد كده ان هو يكتشف حاجه زي كده. لا احنا بالصدفه بصدفه خد بالك. هي كانت صدفه بحته، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى مش رايد لنا شر قوي برضه خد بالك. عشان احنا يعني ايه، يعني كنا منتخب الحمد لله كلنا بنحب بعض. فوقع الراجل غريب جدا، اول مره يعمل الموقف ده. اول مره الراجل الايطالي شك في حاجه. شك في حاجه. فلقى فداس على الازازه، لقى سن حقنه مطيره ميه. مسك ازازه ثانيه نفس الكلام، مسك ازازه ثالثه، قال بس ابعد، شيل الكراتين دي خالص. وجبنا كراتين جديده
بس وابتدينا المفروض الحاجات دي انتوا اللي تجيبوها. جبنا الحكم. لا ما هم خد بالك يعني في اي المية دوله بالذات ما والحاجات انت دي. المفروض كان زمان في افريقيا خلي بالك غير دلوقتي. غير انت يعني دلوقتي الحاجات بتطلع دي انت بطياره بتخش خاصه ومعاك بميتك وحاجتك. الشيف بتاعك ومعاك كل بالظبط، حاجه. الامور كان زمان فيها الصعوبات شويه. المهم احنا كنا بنطير بال 12 ساعه أيوة. وترانزيت في المطار وبننام في المطار وعلى البلاط وحاجات. واخد بالي دلوقتي مرفهين قوي يعني، دلوقتي واخد عايشين بالي. في الجنه. يا اينو انا عايز اتفق مع اسامه في النقطه مهمه جدا اللي فعلا ناس كتيره قالتها لي برضو، اللي الناس متخيله ان مباراه بنين مباراه سهله. زي ما اسامه قال الكره اتطورت والخريطه اتطورت خالص في افريقيا، وشفنا البطوله عامله ازاي. النهارده كانت ممكن مباراه المغرب تتحول 360 درجه. على ارض الواقع زي ما برضو اسامه قال ممكن مصر الناس كلها متوقعه، بس الناس بتتكلم بثقه زايده قوي اللي ممكن مصر تكسب سكور وكده. فاللي انا عايز اقوله اللي لا لازم نحترم المنتخب البنيني، فريق مصر كلهم نجوم بقياده ده صلاح. تشكيل النهارده، ده تدريب النهارده لمنتخبنا الوطني قبل المباراه. اسامه يلعب ولا ايه؟ بيسخن معاهم. لا خلي بالك اقول لك على حاجه في اللقطه دي. اللقطه دي بتتكرر كل مباراه يا بوب. ايوه كابتن حسام حسن ومحمد صلاح آه. بقت خلاص باب التفاؤل. قبل التمرينه اللي قبل المباراه حسام حسن ومحمد صلاح الجاريه دي، فمحمد صلاح بيبقى متالق تاني يوم يعني ليه وش السعد يعني. فزي ما بقول لك اتمنى ان شاء الله اللي بكره اللعيبه تبقى مركزه ان شاء الله، ربنا يكرمنا نحاول نجيب جون بدري هيفرق معانا وناخد كل مباراه بمباراه. يعني الناس حتى دلوقتي بتتكلم اللي احنا خلاص كسبنا وكسبنا بسكور عالي فاحنا هنفكر في كوت ديفوار. لا يا جماعه غلط، احنا كل مباراه بمباراتها. يعني احنا نعدي بكره بامر الله، وكل مباراه ليها حساباتها تاني. فده من وجهه نظري، فان شاء الله التوفيق للمنتخب بكره ان شاء الله. طيب ننزل بقى التشكيل المتوقع للبرنامج عندنا. احنا هناخد منكم التشكيلات، لكن التشكيل المتوقع لمنتخبنا غدا ده من برنامج اللعيب في كأس افريقيا. شناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم. 3 محمد حمدي، تريزيجيه، مروان عطية، محمد هاني، ابراهيم عادل، مرموش، محمد صلاح. ده التشكيل الأقرب لمنتخبنا غدا، وده اللي يعني من خلال معلوماتنا ومن خلال متابعتنا لمنتخبنا الوطني. يعني الطريقة خلاص كابتن حسام حتى شفناه في ماتش أنجولا لما غير حتى، لكن الطريقة ما اتغيرتش. خلي بالك انت قيس على اول مباراه زيمبابوي، تاني مباراه جنوب افريقيا. المباراه الثالثه خلاص انت ضمنت الصعود، فانت غيرت 100% في المنتخب. لكن اول ماتشين انت غيرت حسام عبد المجيد، دخلت رامي ربيعه دي في اول مباراه لما حسام عبد المجيد لعب. ثاني مباراه دخلت رامي ربيعه، بعد كده دخلت احمد سيد زيزو. تمام. فانت بتتكلم على قوام المنتخب 80-90%. لما بتغير في عنصر او اتنين ده مش تغيير كبير. تمام. ده تغيير حسب سيناريو المباراه او الفريق اللي قدامك. حته تريزيجيه بقى، انت ليه النهارده بتطلع احمد سيد زيزو، بتدخل تريزيجيه في قلب الملعب؟ ابراهيم عادل ده مش معناه ان زيزو مش هيبقى ليه دور. لا، لكن هيبقى ليه دور. ممكن واجبات الكابتن حسام حسن ممكن يطلبها من تريزيجيه في وسط الملعب مع مروان عطيه. بالظبط. حته رجوع حمدي فتحي لورا، انه بيغطي مع الاثنين مساكين، فعايز مواصفات لاعب في نص الملعب يكون دفاعيا دفاعيا اقوى شويه مع مروان عطيه في الهجمات المرتده. فممكن اللي يعمل الكلام ده محمود حسن تريزيجيه. لكن احمد سيد زيزو عنده النواحي الهجوميه هي الاكثر، فهيقوم بيها ابراهيم عادل، مرموش، محمد صلاح. ماذا قال كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي؟ لا، بالنسبه لمحمد صلاح ان شاء الله يكون من اولوياته ان شاء الله، والتوفيق من عند ربنا ان يكون مساعد فرقته بكره منتخب مصر ان شاء الله، ويحقق ارقام مع منتخب بلده وهو تحقيق البطوله ان شاء الله. مباراه قويه جدا وصعبه على الجميع، صعبه عليه وعلى منتخب بنين وصعبه علينا، لان مفيش حاجه سهله، واللي عايز يوصل للبطوله لازم يهتم ولازم يقدر ويحترم الخصم والمنافس اللي موجود ليه. طبعا هيكون طبعا ماتش مهم جدا، بنلعب فريق محترم، فريق بنين وصل للادوار المهمه، فاكيد طبعا هيبقى ماتش قوي جدا. ان شاء الله جاهزين باذن الله ان احنا ان شاء الله نفرح الشعب المصري، لان ده ماتش نهائي. النهائيات خلاص هتبتدي من بكره، وان شاء الله هناخد خطوه
ان شاء الله للهدف الحقيقي اللي احنا جينا عشان ان شاء الله، وان احنا نقدر نسعد الشعب المصري باذن الله. Nous nous attendons à un match extrêmement difficile contre un adversaire. نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد خصم من الطراز الرفيع. لقد اكتسبنا بعض الخبرة في مواجهة فرق كبيرة، وآمل أن يساعدنا ذلك في تقديم أفضل ما لدينا غدا. سواء تعلق الأمر بتقنية الفيديو المساعد للحكم فار أو التحكيم أو غيرها من الظروف، دعونا نأمل ألا يؤثر أي شيء على روح اللعب النظيف في كرة القدم، وأن يفوز الفريق الأفضل في مباراة الغد. نظريا قد يكون هذا الفريق هو مصر، لكن سنرى. بالتأكيد مباريات خروج المغلوب ضد فريق كهذا تحفز الجميع، ونسعى لتقديم أداء مميز. لقد حققنا هدفنا الأول وهو التأهل من دور المجموعات. الآن طموحنا كبير ونريد الفوز بهذه المباراة والتأهل إلى الدور الثاني، ولكن من الواضح أن خوض هذه المباراة في أجمل بطولة في إفريقيا يمثل حافزا قويا. إنها حقا مباراة نتطلع إليها بشوق. شايف ان مفيش مفاجآت في كأس الأمم إلا الآن؟ لحد دلوقتي لا، بس مفيش. حاجتين مهمين جدا لازم اعلق عليهم. اولا الحته بتاعت المؤتمر، ان هم بيحاولوا ان هم ينيموك. مصر الاقرب، مصر الاحسن، مصر، وده طبيعي في الكوره، انما الكوره ما تأمن لهاش حاجه. النهارده تنزانيا احرجت احسن فريق في افريقيا حرفيا، كوره ومستوى واداء. المغرب من احسن الفرق في افريقيا. تنزانيا النهارده احرجتها احراج كبير جدا. هنا بالنسبه للمؤتمر وبالنسبه لكلام المدير الفني بتاعهم، طبعا واثق جدا في كلام الكابتن حسام حسن، وان شاء الله باذن الله الكابتن حسام حسن عنده امل كبير وروح كبيره وبيدفع اللعيبه. تاني حاجه في التشكيل، وجهه نظري الشخصيه مهيب، حاجه مهمه جدا. انا ما دام ان الكابتن حسام هيلعب 3 ورا حمدي فتحي وربيعه وياسر، كان يحبذ او يفضل ان انا ادفع بفتوح حته هجوميه. ده وجهه نظري الشخصيه. فتوح عنده الشق الهجومي اميز من محمد حمدي شويه، فكان هيفرق معاك في الحته الهجوميه. هو الواضح ان الكابتن حسام محترم قوي بنيه، عشان بيأمن يعني دفاعيا بحمدي. محترم بنيه. انا نازل، انا عايز اكسب، عندي مفاتيح لعب، عندي مرموش، عندي ابراهيم عادل، نزل برضه ورقه. ابراهيم عادل مش وحشه في الهجوم. عندي صلاح ومرموش وابراهيم عادل وتريزيجيه بيكمل في توازن يعني. في توازن يعني. ما عنديش مشكله على فكره. هو برضو الفكره بالنسبه لنا مع سرعات مرموش، مع ان فتوح شويه الباسنج بتاعه لقدام مميز، جابها يعني. تعمل شغل حلو قوي قوي ما بين ابراهيم عادل وما بين فتوح في الحته الهجوميه. رايك يا ايمو؟ انا رايي يا كابتن مهيب، الكابتن حسام مش بيحب يلعب في التشكيل قوي، ودي حاجه مميزه اللي عنده، ثبات التشكيل. حلو. يمكن انا حتى كاتب التشكيل مش بعيد على التشكيل اللي احنا عرضناه على الشاشه. اللي الطبيعي كابتن حسام اللي بتكسب بيه بالبلدي بتلعب بيه، فاهم؟ أيوه. انا كنت حاطط زيزو زي ما بدأ وطريقه لعبه المعتاده، لكن هنشوف بكره موضوع ابراهيم عادل، بس ده مش بعيد على اداء ابراهيم. ابراهيم لعيب كبير، ابراهيم لعيب كويس، عنده ثقه في نفسه، بيروح 1 على 1 كويس، ممكن يعمل لك شغل جامد جدا. ونفس الوقت تريزيجيه هيعمل لك برضو الشق الهجومي، لما يبقى جاي من تحت هيبقى ليه برضو خطوره. تمام. لكن اعتقد محمد حمدي هيلعب، حمدي فتحي لا خلاف عليه، رامي، ياسر، التشكيل هو، لكن هو كان الاختلاف في نقطه يا اما ابراهيم عادل يا اما تريزيجيه. طيب، يعني من خلال برنامج اللعيب يعني شفنا مباراه تونس، والكرة التونسية والكرة المصرية فيها تشابه كبير جدا، والجماهير التونسية جماهير بتعشق كرة القدم وتحب منتخبها قوي 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 قوي. وانا سافرت كتير تونس، وبشوف الجماهير والاعلاميين والصحفيين قد ايه عندهم حمية كبيرة جدا على المنتخب التونسي. يمكن حمية الجماهير والاعلام التونسي والصحافة التونسية كانت أعلى من اللعيبة اللي كانوا بيمثلوا منتخب تونس. وده للأمانة اللي شفناه من اللعيبة
في ارض الواقع وفي الملعب بعيد تماما عن شخصيه المنتخب التونسي، سمات المنتخب التونسي، ان حتى لو ما فيش كبرياء المنتخب التونسي. منتخب تونس كبير، يمكن اول الصاعدين لكاس العالم كان منتخب تونس. فلما نيجي نتكلم على منتخب تونس، انت امام منتخب كبير. اذا لازم اللعيبه كانوا يقدروا هذا الاسم الكبير، لان مردود اللعيبه في الملعب لا يرتقي بسمعه الكره التونسيه واسم الكره التونسيه واداء وحلاوه الكره التونسيه اللي طلعت لنا عالتوقه وطارق دياب وزبير بيا وناس كتير جدا وعلي معلول. يعني الكره التونسيه لا تستحق من هذه اللعيبه هذا الاداء الصعب جدا. انت ممكن ياما تونس خرجت كتير، لكن مش بهذا الاداء، مش بهذا الاداء، مش بهذا المستوى، مش بهذه الروح. وعايز تعليق من كابتن اسامه وكابتن طارق وكابتن اينو على خروج منتخب تونس بهذه الطريقه. ماتش كان قدامهم بين ايديهم، الكره ابتسمت ليهم، مع انهم المردود بتاعهم كان لا يستحق. انا بتكلم على اللعيبه، لكن الكره قالت لك خد. لا ده خد ايه كمان؟ انت النهارده بتتكلم في فرقه مالي، واحد بيطرد بياخد كارت احمر من الشوط الاول، فانت النهارده المباراه من المفترض انها بتتسهل عليك بشكل اكبر. لكن الفرص كمان اللي خلاها اللعيبه ما كانتش فرص على قدر طرد لعيب مالي. تونس من الفرق اللي كان متوقع انها تروح لدور الثمانيه وتروح لدور قبل النهائي. لما كنا بنتكلم عن تونس بنتكلم عن السنغال، بنتكلم عن الفرق المرشحه. لكن زي ما انت قلت اداء اللعيبه خاصه في مباراه مالي ما كانش على المستوى. انت النهارده لما بقى فرقه مالي بتلعب بالقتال والاستبسال الكبير ده وهي مطرود منها واحد، وانت النهارده بتتقدم عليها في الشوط الثاني وهم يرجعوا مع نهايه الشوط الثاني وهم مطرود منهم واحد، فدي خساره لمنتخب تونس كبير. بتروح لوقت اضافي بعد كده، بتروح لركلات الترجيح، فالكره بتعاقبك علشان انت مش الافضل. لكن مالي كان يستحق ان هو اللي يصعد نظرا للقتال الكبير اللي كان من لعيبه مالي. كابتن طارق، هل اللعيبه على قدر الانتظار وعلى قدر التشجيع وعلى قدر ما تحمله الكره التونسيه من سمعه كبيره؟ مستوى اللعيب اقل من الامكانيات بتاع منتخب تونس القديم. تحس ان مفيش هم على فكره بداوا الماتش حلو قوي، كويس قوي، ضغط وهجمات، بس مفيش الهجمات الخطوره الهجوميه الكبيره على المرمى المالي ما كانتش موجوده. ودي مشكله كبيره جدا بيعاني منها المنتخب التونسي، ان انا ما بوجدش لنفسي فرص كبيره، او كواليتي اللعيب نفسه مش الكواليتي اللي منتظر من منتخب تونس على الامكانيات وعلى فكر وعلى تونس. انت قلت انت سافرتها كتير. تونس من البلاد العزيزه جدا على قلبنا كلنا، وانا على المستوى الشخصي بحب تونس جدا. انا زعلان على الجماهير والاعلام والصحافه، لان تربطني صداقات كبيره جدا. انا زعلان لان عارف هم قد ايه هم متضايقين. هو ده بقى مردود المنتخب التونسي. وبعدين انت الفرصه جات لك مره واثنين وثلاثه انك تخلص وانت نفسك مش عايز تخلص. طب انت اتطرد منك لعيب رغم ان ادائك غير مقنع جدا. يعني انت حتى تقول لي ابتدوا، لا تونس بتبتدي وفي النص وبتختم وبتنهي، وفي كوره وفي مهاره وفي تكتيك. انا لا شفت تكتيك ولا شفت مهاره ولا شفت اداء. قصدي يا مهيب ايه؟ شفتش اي حاجه. قصدي ايه يا مهيب في الحته دي؟ ان انا ابتديت الماتش بضغط عالي قوي جدا على منتخب مالي. أيوة. بس انا ما استغلتش حمى البدايه ان انا اكمل الجيم بالشكل ده. دي نقطه. النقطه الثانيه الاخيره والسريعه عشان اينو يتكلم في الحته دي، ان انا جات لي فرصه واثنين وثلاثه واربعه وما استغلتهاش. طب هستغل امتى؟ بص يا كابتن مهيب، الخلاصه بتاعت مباراه امبارح ومنتخب تونس اللي هو ما عجبنيش اداء حتى مع الصعود باللغز بالنسبه لي زي منتخب المغرب. صعدوا لكن الاداء مش كويس. لكن يعني الخلاصه بتاعت الموضوع ده ربنا بيدي المجتهد. لما منتخب مالي يلعب من اول ربع ساعه ناقصين يا اسامه ويأدوا ولياقه بدنيه و120 دقيقه، لازم يبقى في الاخر يتكلم بالنجاح. ده اللي انا اعرفه. تونس جالهم فرصه زي ما كابتن طارق قال مره واثنين وثلاثه. لما فرقه بتلعب قدامك 10، طب عايز ايه تاني؟
امتى هتخلق لنفسك فرص؟ فلا الموضوع مختلف تماما، عشان كده ربنا كرم منتخب مالي. طيب نروح للقاءات لاعبي منتخبنا الوطني استعدادا لمباراة بنين، ونطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجومنا في الاستوديو. الحمد لله بناخد كل ماتش بماتشه طبعا، وماتش بنين ماتش مش سهل، بس احنا بنستعد بشكل كويس وان شاء الله نقدر نكسب الماتش الجاي ونعدي الدور ده. طبعا كلنا جايين هنا البطوله في المغرب ان احنا كلنا عاوزين ناخد التامنه باذن الله، وبناخد كل ماتش بماتشه وباذن الله ناخد البطوله ان شاء الله. طبعا كابتن حسام جاي الهدف واحد ان احنا ناخد البطوله، ودايما بيحفزنا ان احنا منتخب مصر خدناها 7 مرات واهم حاجه ناخدها التامنه باذن الله. طبعا بطوله افريقيا بطوله صعبه، وكل المنتخبات بقى منتخبات قويه، وان شاء الله نقدر نعدي الدور الجاي باذن الله. كابتن حسام قال لنا من اول يوم انا واخد 28 لاعب كلهم احسن لعيبه في مصر، كلهم واحد، واي حد بيلعب كلنا سبورت ليه، وان احنا اهم حاجه نقدم بطوله كويسه ونكسب ان شاء الله. اكيد طبعا زي ما قلت من شويه مفيش ماتش سهل وماتش صعب. بتحترم بنين زي كانك بتلعب اي فرقه، اي منتخب كبير تاني زي السنغال، زي كاميرون، زي كوديفوار. كل المنتخبات قويه، مفيش ماتش سهل. فان شاء الله بنحضر بشكل قوي باذن الله، زي ما بناخدها ماتشات كاس كده، كل ماتش بماتش، وباذن الله ناخد مرحله بمرحلتها. يعني انا كلاعب وسط يعني دايما لازم لاعب منتخب لازم العب في اي تشكيل او اي سيستم. اهم حاجه تنفذ الدور اللي مطلوب منك، ودي بتاعت مدرب مش بتاعت لعيب خالص. فان شاء الله يعني انا اي تشكيل او اي سيستم بنلعب بيه بتحاول تأدي دورك على اكمل وجه، عشان انت بتلعب لبلد كامله مش بتلعب لنفسك. يعني مفيش ماتش سهل وماتش صعب، وده اكتر امبارح موقف قدامك بعينك تشوفه، ان مفيش ماتش سهل ومفيش ماتش فرقه ناقصه واحد فهتكسب، فرقه مغلوبه واحد فهتخسر. لا مفيش كده خالص، لازم تلعب لاخر دقيقه، تقاتل لاخر دقيقه. وكابتن يعني دايما بيكلمنا في الموضوع ده، العب لاخر دقيقه لحد ما الحكم يصفر، واحنا ان شاء الله قادرين نعمل كده باذن الله. احنا مستعدين لكل السيناريوهات، يعني بالذات في الفتره اللي احنا فيها دي، الادوار الاقصائيه، خروج المغلوب. ما اتمناش طبعا ان احنا الماتش يوصل بينا لضربات جزاء، بس احنا كل يوم مخصصين فتره في اخر التمرين بنستعد فيها لضربات الجزاء بشكل كبير، واتمنى بكره يكون معنا التوفيق واللعبه كلها جاهزه ومستعده. وزي ما قلت يعني درسنا منتخب بنين، منتخب كويس عنده لعيبه مميزه، ان شاء الله نستغل نقاط الضعف اللي عندهم ونقدر نلعب عليها ونشتغل، وربنا يكرمنا ونوفقنا بكره ان شاء الله. كلنا مؤهلين نلعب في اي وقت، واديك شايف اللي بينزل وبيكون عليه الاختيار بيأدي، وكلنا بنبقى في ظهره، يعني كلنا اخوات، وفي الاول في الاخر بنمثل مصر ومنتخب مصر. البطوله دي غايبه عننا بقى لها فتره، واتمنى ان احنا ان شاء الله ناخدها السنه دي، واللعيبه كلها مركزين وعندهم طموح عالي جدا ان احنا نقدر نحقق اللقب السنه دي ان شاء الله. انا وصلاح وشناوي والناس الكبيره اللي مرت بالتجارب دي وما كانش في توفيق معانا، بننقل لهم خبراتنا، واللعبه كلها زي ما بقول لك يعني لعيبه شباب، لعيبه عندها طموح. اتمنى ان احنا نقدر نحقق البطوله دي بينا كلنا ان شاء الله. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هي الصفقات اتأخرت في الأهلي ولا إيه؟ ده مين اللي قال كده؟ إيه؟ الصفقات المفروض من إمتى لإمتى؟ هو يناير 5 أيام ولا إيه؟ أو الصفقات 5 أيام؟ هو الأستاذ ياسين منصور هيمشي ولا إيه؟ لا بص، ما أنا قلت لك الكلام اللي بيتقال أهو اللي على السوشيال، صح ولا لأ؟ ده كلام بيتقال على السوشيال. سمعته ولا ما سمعتوش؟ ما هو ده كلام بيتقال على السوشيال. بس أرد بقى. لكن في حاجات كنادي أهلي ترد، وفي حاجات ما ينفعش إنك أنت ترد. نادي الاهلي الباص اللي هو كده انت بتباصي بوش رجلك الخارجي. لا اللي هو ايه كابتن اسامه بتدي باص بوش رجلك الخارجي سرور يجيب جول. النادي الاهلي لو قعد كل يوم يرد ولا هيشتغل ولا هيجيب صفقات ولا هيجيب بطولات ولا هيخلص. طبيعه النادي الاهلي الناس عارفه بتشتغل ازاي، مركزه ازاي، بتجيب صفقات ازاي، بتجيب استثماراتها ازاي، مش في الكوره بس في كل الالعاب. علشان كده ده نجاح النادي الاهلي. طبعا طبيعي النادي الاهلي تلاقي فيه شائعات وفيه كلام وفيه ضرب من تحت الحزام، ده طبيعي والناس متعوده على الكلام ده. لكن الناس عارفه طريقها. كابتن مش يعني هنقول الناس محسوبين على النادي الاهلي. اقوى سوشيال ميديا موجوده هي النادي الاهلي. الكلام ده بقى مين اللي طلع؟ يا مهيب بعد اذنك بس ثانيه واحده، ده في ناس من محسوبين على النادي الاهلي هي اللي قايله الكلام ده.
لا مفيش كلام محسوبين على والله النادي في ناس محسوبه على النادي انت الاهلي. هتلاقي بص واحد يا صحفي مهيب، عادي بص ممكن يا بيكتب اعلاميين خبر فالناس وصحفيين بتمشي وراه. وناس عايز يبقى كبيره ترند. اعلاميا بص يا مهيب، على النادي عند النادي الاهلي. في كلام يستدعي انك تقف وترد عليه، وفي كلام لازم تقلب الصفحه وتعديه، ما ينفعش تقف عنده. صح. كلام زي الكلام اللي اتقال والاستاذ ياسين منصور يقدم استقالته ومين ينسحب والكلام ده كلام طبعا يعني لما تقف قدامه لازم تضحك، ما ينفعش تعلق عليه. لكن خلينا نتكلم في الكلام الجد. ايه الكلام الجد؟ قول. كلام الجد ان النادي الاهلي باذن الله في الانتقالات الشتويه دي هيبرم صفقات مهمه للنادي الاهلي. ما بين بتتكلم بقى 3 4 لعيبه 5 لعيبه حسب رؤيه المدير الفني واحتياجات المدير الفني، والنادي الاهلي هيلبي طلبات المدير الفني. هو ده الكلام اللي احنا نقوله، وده الكلام اللي احنا متعودين عليه في النادي طب هي رؤيه المدير الفني ان حامد حمدان ما يكونش في الاهلي؟ المدير الفني كويس انك انت جيت للكلام ده. حته اختيار اللعيبه في النادي الاهلي. النادي الاهلي قبل ما بيروح للمدير الفني، النادي الاهلي بيفتح اتصالات مع كذا لاعب. حلو. بيفتح اتصالات مع كذا لاعب، دي الخطوه الاولى اللي بيتم. بعد كده بيروح للمدير الفني. ما ينفعش اروح للمدير الفني الاول، لو عندك واحد لو اتنين انا رحت وتلاتة. للمدير الفني الاول قلت له فلان قال لي اوكي، رحت للاعيب لقيت شروطه الماليه مغاليه بالنسبه لي، او اللعيب ليه رغبه في انتقال في حته ما، او اللعيب عايز يحترف، فالنهارده لازم اروح للعيبه الاول اشوف راي اللعيبه، وبعد كده اروح للمدير الفني. ايوه. المدير الفني ممكن اكون لعيب ابدا رغبه انه عايز يجي، لكن المدير الفني مش عايز، في احتياجاته ممكن يبقى لعيب كويس، لكن في توظيفه في الملعب انا مش محتاج اللعيب في الفتره دي. فتبدا تروح لواحد تاني. هي دي الرؤيه الفنيه في النادي الاهلي، وفي ابرام الصفقات في زمان النادي المدير الاهلي. الفني اسامه كان عايز موديست مثلا اللي هو جه ومشي ده. لا دي رؤيه المدير الفني. رؤيه المدير الفني. موديست لا كان مدير فني. اختيار لا كان اختيار كولر. والنادي الاهلي خلي بالك وكولر كان عايزه، ومجلس اداره النادي الاهلي مشاه. والنادي الاهلي لا في الاول في البدايه المدير الفني عايزه. النهارده المدير الفني عايزه، انا بجيب له اللاعب. خاصه النهارده اسامه الراجل كان متمسك بيه، هو راي المدير الفني في كل حاجه. خلينا نتفق بس يا اسامه. كولر ده هو اللي مشاه كابتن طارق. ماشي حلو قوي، لازم يمشي حلو قوي. يعني هنا في اوقات المدير الفني ما بيبقاش اختياره مظبوط يا مهيب. النادي الاهلي كان عايز حامد. ايوه. عشان بس ايه ما نطلعش من حته والزمالك كان عايزه برضه، بس الزمالك امكانياته لوحدها في حته. انما فكره ان هو ما نجحش في صفقه عادي جدا، مش عيب. مش عيب ان انا اقول يا جماعه ما نجحتش في صفقه. والله بص يا كابتن طارق، انا انجح في الصفقه امتى؟ لما ابعت عرض للنادي رسمي. هل النادي الاهلي بعت عرض رسمي؟ ما انت بتقول اتكلم مع اللعيب. لا ما انت بتقول اتكلم مع اللعيب. النادي الاهلي بيكلم. بص النادي الاهلي، ما انا قلت لك في ترتيب في ابرام الصفقات. انا ما ينفعش اروح للمدير الفني اقول له عايز طارق السيد، يقول لي اروح لطارق يقول انا عايز احترف، فارجع المدير الفني اقول له لا طارق عايز يحترف. لا النهارده في ترتيب في الامور. انا كنادي اهلي النهارده بفتح مع لعيبه كتير كلام، خط كلام، اللعيب بيبدي رغبه بروح بعد كده المدير الفني. ممكن المدير الفني يقول لي لا اللعيب ده انا مش محتاجه، فابدا اروح لبلان بي وبلان سي. لو هو مش كده يعني لو هو مش محتاج حامد حمدان يبقى هو عنده مشكله. طيب. لكن المدير الفني النهارده، خلينا في الكلام، النادي الاهلي هيوفر مدير فني ان شاء الله باذن الله. مدير فني مهاجم، لا هيوفر للمدير الفني مهاجم، يوفر له نص ملعب، يوفر له باك ليفت، مساك، احتياجات النادي. بس انا سامع الكلام ده موجوده بقالي كتير. انا عندي معلومه. بص، ما انا قلت لك في اول كلامي هو يناير 5 ايام عشان نتكلم نقول 5 انا معاك موافق. يناير النهارده بتتكلم 30 يوم. أنا انت عندك لسه مساحه من الوقت. لكن حته بس برضو حته الاستاذ ياسين منصور والكابتن محمود خطيب والكابتن سيد حفيظ، الكلام ده غير صحيح بالمره تماما. الامور على افضل ما يرام، الناس دايما في اجتماعات وفي تواصل مستمر. انا بثق في اي كلمه بتقولها. بس ما فيش دخان من غير نار. لا انا بقول لك الموضوع ده يعني في امور خلاص. النادي الاهلي بيطلع يرد، وفي امور لا تستدعي الرد اساسا. اوكي، يعني ما فيش بيانات هتطلع. لا بيانات ايه؟ ما فيش، بقول لك لا يستدعي الرد. اوكي قول لي بقى. انا رقم واحد قبل المعلومه فعلا النادي الاهلي لو كل يوم قعد يرد على الناس يبقى مش هنخلص. فالنادي الاهلي كبير في مواقف المعلومه اللي من وجهه يعني على المستوى الشخصي اللي الكابتن محمود الخطيب متولي ملف 2 لعيبه. هم مين؟ هادي رياض، خد مني وافتكر كلامي. هو بنفسه كابتن بيبو هيتولى بنفسه. هادي رياض. طب خد مني، ومع احترامي طبعا لعيب كبير وكل حاجه. والتاني هقول لك انا التاني بيلعب في سيراميكا. هم الملفين. مروان عثمان. برافو عليك. طب ما انا بقول كابتن محمود الخطيب في الاجتماع الاخير، انا بقول لك كده، ما اعرفش اسامه عنده المعلومه ولا لا،
الملفين دول او الاثنين لعيبه دول هو الكابتن محمود هو اللي داخل بنفسه عشان يتكلم مع اداره بتروجيت. ابهرتني. ما انا بقول لك معلومه كبيره جدا عظيمه. ابهرتني. طب ما دي معلومه اهو ايه انا ما عنديش معلومه اهو ايه يبقى اذا واحد بيقول لك كلامك مش صح. معلومه خطيره. الله اهو ايه. طب انت مش انت بتتريق عليها؟ انا ما بتريقش، انا ما بتريقش يا ابني. انت قول لي بس فين انا المعلومه. بكلمك في الصفقات، مش انت كنت بتساله على الصفقات؟ انا بقول لك في طب هو الصفقات. فين المعلومه؟ المعلومه اللي هي دول الصفقتين اللي كابتن محمود الخطيب داخل يخلصهم للنادي الراجل قال لك الكلام ده مش مظبوط. هو يعني هو امال ايه قلت انا ايه؟ بقول النادي الاهلي هيخلص صفقات في الانتقالات الشتويه دي. احتياجاته اللي محتاجها المدير الفني واحتياجات يبقى النادي دول الاهلي الاثنين دول من ضمن الاحتياجات. النادي الاهلي مش شغال عليها المعلومه دي لو وهيخلصها. طلعت غلط اعمل فيك ايه؟ انا هطلعها مصر كلاعيبه وكاسماء ما اقدرش اقول صح. انا بس هطلعها لو مصر. طلعت صح طب ما هي في موجود. انا بقول لك كاسماء يا مهيب مش معلومه. يا بوب، انا ويتولى كاسماء بنفسه. وكلاعيبه ما اقدرش اقول لك اسماء على الهوا. لا ما ما تقولش اقدرش اعلن غير لما النادي الاهلي يعلن. لكن النادي الاهلي في الملف ده بالاخص النادي الاهلي شغال فيه على افضل ما يرام، وان شاء الله بقول لك في الانتقالات دي هيكون في من 3 4 5 لعيبه احتياجات المدير الفني هيلبيها مجلس الاداره المدير الايام مبيننا. ماشي يا عم. الايام مبيننا بتاع المعلومات. ماشي ماشي. زعلت على حامد حمدان؟ هو لعيب كويس طبعا. كان نفسي اللي هو يجي الاهلي، لكن زي ما الكابتن طارق قال انا خلاص لعيب ما جاش. ايه المشكله؟ الدنيا مش هتقف. ما ياما لعيبه مشيت من الاهلي والزمالك، هل النادي بيقف؟ وياما لعيبه جت على فكره مش هو لعيب كويس ممكن كان يجي النادي الاهلي وما يتوفقش. بس عايز فعادي جدا. طيب هقاطعكم ونطير للمغرب. معانا الاستاذ مصطفى ابو زهره عضو مجلس اداره اتحاد الكره. اهلا بيك يا استاذ مصطفى، منورنا يا استاذ مهيب. اهلا وسهلا. منور الدنيا كلها ووشك حلو علينا، وان شاء الله القادم يكون افضل. تحياتي ليك وللبعثه والمهندس هاني ابو ريده وكل اللعيبه والجهاز الفني. تحياتي للاستوديو عند حضرتك كابتن طارق السيد وكابتن اسامه وكابتن اينو. وسعيد ان انا موجود معاكم. توفيق ان شاء الله. ودعواتكم وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله. انت بتكلمنا منين؟ طياره. انا شايفه في الطياره. انت في الطياره؟ انت رايح فين؟ انت راجع فين؟ راجع من مكه. لا رحت زياره خفيفه كده لمكه سريعه وراجع تاني على عملت عمره يعني؟ كازابلانكا. الحمد لله. دعيت الحمد لله والله. يا رب. خلاص انا كده انا تفائلت. اوعى ما نتقابلش بعد المباراه بعد اذنك. اهو احنا على ان شاء الله هنتقابل. لا تحت امرك يا مهيب. ان شاء الله. عندنا من يعني تعليمات من الكابتن هاني ومجلس اداره مقرر ان اي حد يطلبنا في اي حاجه تحت امركم، وده شيء يشرفنا يعني. حبيبي والله المهندس هاني طبعا علامه من علامات الكره المصريه، واكيد انتم بتفخروا بيه في المغرب والالتمام والالتفاف اللي حواليه في المغرب باسمه الكبير. طبعا هو الناس في المغرب هنا يعني في اي وقت بتقابلنا هم في علاقه كبيره بين الكابتن هاني والكابتن فوزي رئيس الاتحاد المغربي، والناس هنا يعني في المغرب متفاهمين العلاقه دي، ودايما بيشوفوا اي حد مصري بيبعتوا السلام للكابتن هاني، حتى الجمهور العادي بتاع الكوره يعني. طيب فكابتن هاني بينال احترام الناس كلها هنا يعني. طيب انتوا بقى عليكم دور مهم جدا، لان التوقيتات دي انا عارفها لان يعني عشتها مع المنتخب كتير جدا. الدور دلوقتي هي الجماهير والتذاكر والدخول والحاجات التنظيميه دي مهمه جدا جدا، وبلس كيفيه تحفيز لاعبتنا هي حاجات معنويه وانتم ما بتاثروش فيها، لكن برضو الحاجات دي مطلوبه في التوقيتات دي. والله بص يا كابتن مهيب، اللعيبه والجهاز الفني عاملين اللي عليهم. الجهاز الفني معنويا مدعم اللعيبه كلها. جلسات فرديه عاملها الكابتن حسام حسن مع كل لعيب، يعني لعيب وبعدين احيانا مركز يعني المهاجمين مع بعض، خط الوسط مع بعض، الخط الدفاع مع بعض. فهو قايم بدور يمكن الكابتن حسام حسن بيقدم نسخه جديده زي ما قال الكابتن هاني من حسام حسن، ويمكن النسخه الانضج والاكفأ، وعامل شغل كويس وتحفيز كويس. اما من ناحيه الجماهير فانا من خلالك برضو مهيب بشكر كل جماهير المغرب هنا، يعني كفوا ووفوا بصراحه. كل حاجه 40,000 متفرج في المباراه وشغل كبير قوي وحب كبير قوي. يعني انت ممكن يا مهيب تكون انت انسان صاحب واجب فبتجامل كل الناس اللي تقابلها، انما الحب بيتحس بقى، يعني هو بيجامل بس كمان بحب يعني. فهنا الناس بتتعامل بمنتهى الحب واحنا بنبادلهم نفس الحب ده. يعني انا افتكر
كافيهات مصر كلها قاعده تتفرج على المغرب في كاس العالم اللي فات طبعا، وتشجيع المغرب من القلب. واحنا هنا في احنا الاستوديو لقينا بصراحه اللي احنا شايفينه، يا لقينا اللي احنا شايفينه. يا استاذ مصطفى، انا لبست تيشيرت المغرب. شفت على طبعا، الهوا. لا انا طبعا متابع جيد. شفت ربنا طبعا، يخليك. شفت يعني احنا الناس هنا كفت ووفت، وان شاء الله يعني ادعينا بكره بس وربنا كريم ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، كنت عايز تقول يا كابتن مصطفى بالتوفيق ان شاء الله معاك. اسامه حسني كان بس تساؤل، اول ماتشين كانت الاستاد مفتوح للجماهير المغربيه انها تدخل المباراه بدون تذاكر، لكن مباراه بكره فيها تذاكر. هل ممكن في مقترح من الاتحاد المصري يشتري تذاكر ويديها للجماهير في اغادير هناك علشان يبقى في جماهير مغربيه بتشجع وبتأذي المنتخب المصري؟ مفيش حد بيطلب تيكت عشان يخش الماتش مش بنوفره. طب ما شاء الله، في كل الاحوال مفيش حد بيطلب تيكت مش بنوفره، سواء جاليه مصريه سواء جمهور مغربي، اي حد بيطلب تيكت ان شاء الله بنقدر ان احنا نوفره. يعني يعني مفيش قلق من الموضوع ده ان شاء الله. طيب كويس. هل في ان شاء الله يا رب كده استمرار الفوز والصعود، في فكر ان ممكن تكون في طيارات خاصه لتشجيع منتخبنا الوطني تيجي من مصر؟ بكره بعد الماتش اقول لك وصلنا لايه في الملف ده ان شاء الله. يا رب كويس. يا رب. بكره التذاكر قد ايه؟ متوقع حضور الجماهير قد ايه؟ والله بص، احنا بنتكلم في 15,000 يعني لحد دلوقتي، ولكن التذاكر متاحه لحد قبل الماتش بساعتين. طيب انا كان في حاجه بس توضيحيه مش اكتر والله، وهي انا قلت في بيتها حته ان المنتخب خرج ومحمد صلاح عزم المنتخب وكابتن حسام قال يعني واللي قال لك لا اتحاد الكوره طلع ان اتحاد الكوره هو اللي كان حاجات بسيطه انا ما بحبش اقولها، بس طالما حضرتك معايا وجب التوضيح. طب الحاجات البسيطه دي، هل محمد صلاح صرح بحاجه زي كده؟ ده كل السوشيال ميديا حضرتك طبعا في المغرب، ربنا يبارك لك. يعني انا بص اقول لحضرتك على حاجه، انا راجل مسؤول ما ينفعش ارد على كلام سوشيال ميديا، انا برد على تصريحات رسميه. ايوه النهارده هل محمد صلاح او اي حد صرح بالكلام ده عشان اطلع ارد عليه؟ ما حصلش. يعني الكلام عشان كده بنسال حضرتك. عشان كده بنسال حضرتك. الكلام يعني انا مش عايز اقول ان الكلام يعني اقل من ان احنا نتكلم فيه، ولكن يعني هو طبعا الاتحاد المصري لكره القدم بيعتز بوجود نجم كبير زي محمد صلاح طبعا. واذا كان حصل ده او ما حصلش، فده لا يزود من حد ولا يقلل من حد. ولكن في النهايه احنا كاتحاد مصري لا، كل حاجه بتتعمل من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. طبعا انا عارف. ولو في مبادره فرديه حد عملها وتتقبل مفيش اي مشكله، ولكن كل حاجه تمت من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. في بيتها يا استاذ مصطفى، في بيتها وانتوا كبار. ومحمد صلاح عمل حاجات كتير قوي اكتر من كده ما اتذكرتش يعني بكتير قبل كده في الاوقات اللي قبل كده يعني. تمام يعني الحمد لله. سؤال اخير لكابتن طارق يعني احنا الناس، بس هي المشكله ان الناس بتتكلم في حاجه صغيره طبعا، لان احنا في 2008 يا مهيب وانت كنت موجود معانا، كنا كل اسبوع لازم نطلع نتعشى بره او نتغدى بره في مكان مصري، اكل مصري، والامور كانت في منتهى الود ومنتهى المحبه، وحصلنا على البطوله ما فيش مشكله، فالموضوع سهل يعني، مش يعني طبعا. احنا بقى واخدين معانا الشيف المصري من مصر، واخدين معانا الشيف المصري وبيعمل لنا الاكل وكل حاجه تمام زي الفل. ربنا يوفقكم توصل بالسلامه. ربنا يخليك يا مهيب، توصل بالسلامه يا حبيبي. الله يسلمك وان شاء الله، وابارك لك بعد الماتش ان شاء الله يا مصطفى بيه. يا رب يا رب يا حبيبي. تحياتي ليك وتحيات وسلام خاص للمهندس هاني ابو ريده، سلام خاص. الله يخليك الله يخليك الله يخليك يا مهيب حبيبي. شكرا مصطفى ابو زهره، عضو مجلس اداره، راجل محترم جدا وما بيتاخرش على اي حد بصراحه، ودي الناس الكبيره. طيب طيب تعالى لي بقى بيانات بس ده اغنيه دي ولا ايه؟ بس لا، ما هي بص اغنيه بس اهدى بس عشان انت قاعد جنبي. بس هم بيانات بس. اهدى عشان انت قاعد جنبي. بيانات بس. انت ما صدقت ولا ايه؟ اهدى ده انتوا كنتوا هتموتوا على حامد وما عرفتوش تجيبوه. بص انت يا عم خليك، ومعاكم كل الامكانيات. احنا خدنا زيزو امام عاشور يا باشا مش عايزين يا باشا خدوا بس، ولسه حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بقى كمان جاي بالتوفيق ان شاء الله. ماشي. انا بس نتكلم فيها مهيب. نادي الزمالك انت اعلم بحاجات كتير جوه، ماشي؟ نادي الزمالك بيمر باصعب فتره في حياته. لازم مجلس الاداره يشوف حلول للامور الماديه وللمشاكل الماديه. اختيار المدير الفني، انت بقالك دلوقتي اسبوع من بعد ما مشي عبد الرؤوف لحد دلوقتي انت ما اعلنتش على مدير فني. هل ده يليق
بمجلس اداره نادي الزمالك وبجمهور نادي الزمالك؟ الكلام ده مش مظبوط. لازم مدير فني في اسرع وقت ممكن. تمام يا جماعه نادي الزمالك كبير ولازم تفهموا كده، لازم الناس تفهم كده، لازم يبقى في حلول سريعه. في بركه امل اهو انت انا بص، متفائل. هقول لك على حاجه. انت عارف انا متفائل ليه؟ والله انا مش بهزر والله العظيم انا متفائل. عارف ليه؟ عشان كلمه واحده بس. والله العظيم عشان كلمه عشان كلمه الزمالك بس. هو طول عمر الزمالك كبير، يعني انا متفائل. زعلانين على اللي بيحصل في الزمالك. انا متفائل عشان اسم الزمالك. بص يا مهيب، عشان كلمه الزمالك. بص يا كابتن مهيب، اوعى تفتكر اللي حد في مصر كلها حتى الاهلاويه يبقوا مبسوطين ان نادي الزمالك مثلا يحصل له كده او في المشاكل دي. استحاله. ليه؟ طول عمرنا عارفين ان الكوره في مصر اهلي وزمالك. مش من مصلحه حد اللي الزمالك يقع او الاهلي يقع، فمش من مصلحه حد. بس انا عايز اقول حاجه، هل مجلس الاداره يا كابتن مهيب قبل ما يجي وينتخب هل ما كانش عارف اللي فيه ازمه ماليه؟ كان عارف. هل ما كانش عارف اللي داخل على معمعه كبيره؟ عارف. فين الحل يا كابتن مهيب؟ بص، في اخطاء حصلت كبيره جدا انت تعلمها وكل المجال الرياضي يعلمها. اولا انت لو حسبت يا مهيب عدد اللعيبه اللي دخلوا نادي الزمالك من ساعه ما المجلس ده جه هتلاقي رقم كبير قوي. مين اللي بيختار؟ مين اللي بيجيب؟ مين اللي بيحط عينه على اللعيبه؟ مين اللي بيقول ده يجي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، العقود اللي بتتكتب بمدد كبيره وانت ما بتبقاش مسيستم فلوسك من قبل ما تجيب اللعيبه دي، ده خطأ. تاني حاجة، عدد المدربين اللي جم في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ومشيتهم، وواحد بيجي شهرين ويمشي ياخد شرط جزائي والتاني يمشي. في بداية الأمر مجلس الإدارة ما كانش بيمشي مدرب إلا لما يخلصه قبل ما يمشي. على إيدك باسيرو. بعد كده أنت خدت جروس في جوميز في فييرا في يانيك فيريرا ده اللي المفروض بقيت عقده كله حاجات يا مهيب ما ينفعش تحصل في نادي الزمالك. انا كنت اتمنى قبل ما اخلص الفقره دي، انا كنت اتمنى، مع ان انا مش دوري ان انا اتمنى او يبقى ليا راي يعني. لا، دورك نادي الزمالك كبير. لا، كنت اتمنى ان حماد حمدان يكون في نادي الزمالك، وده بناء على رغبته. أيوة. مش اكتر ولا اقل. ليس مثلا تقليلا من اي فريق تاني. بيراميدز نادي كبير واجتهد واشتغلوا، وبحيي عمرو بسيوني واللي عمل شغل رائع وجاب اللعيب وحط فلوس اكتر من النادي الاهلي وفاز بخدماته. مش عيب. ما هو الكوره استثمار يا كابتن مهيب. ايوه، والنادي الاهلي حاطط ليميت معين انت عملت، انت قلت حط فلوس اكتر من النادي الاهلي. هو النادي الاهلي حط فلوس عشان ده يحط كان في عروض يعني طبعا في النص في عروض طبعا. انا معاك اللي ممكن يعني هل الاهلي ما تواصلش مع حامد حمدان؟ لا، تواصل مع حامد حمدان. احنا قلنا تواصل مع لو انت تقول خد موافقه اللاعب لازم يسالوا في الفلوس. لكن المدير الفني هي رجعت للمدير. انا قلت امبارح حتى في الحلقه يا كابتن اسامه ان بتروجيت ما يقدرش يدي الا لاعلى سعر لانه شركه. القصه في ايه بس اللي انا كنت بقولها، ان الولد ابدى رغبته للعب في نادي الزمالك. هيلعب ببلاش. بس هي الزمالك بس خلاص. ما الزمالك هل لو كان راح هيلعب ببلاش؟ لا خلاص. ما هو خلي بالك هو جه في ظروف صعبه. هو في حد يعني كان ممكن لو بدايه هي كابتن طارق قال الزمالك يدور على مدير فني دلوقتي ويتعاقد مع مدير فني. هي المشكله مش في المدير الفني. على الاقل من ولاده هيبقى بنفس اللعيبه الموجوده وانت لسه ما فتحتش. يعني هتسيب النادي من غير مدير فني يا اسامه؟ انا قصدي النهارده لو حد ما كانش ماشي عبد الرؤوف يا اسامه، لو حد من ابناء هو انا ما اتكلمتش اجنبي ولا مصري. انا ما اتكلمتش اجنبي. مش انا بتكلم على الاولويه ان انا اجيب مدير فني اجنبي ولا اولويه ان انا وانا قلت اجنبي ولا مصري؟ هو اصلا ليه ماشي عبد الرؤوف؟ النهارده المدير الفني الاجنبي هجيب مدير فني اجنبي هيشتغل نفس اللعيبه هيبقى نفس المردود. انا لو مفيش فلوس برضه اجنبي. لا مفيش ثانيه. خلاص انا لا قلت اجنبي ولا مصري. انا قلت لحد دلوقتي نادي الزمالك ما عينش مدير فني. لازم تفك كابتن اسامه بشكرك شكرا جزيلا. شرفتنا ونورتنا. كابتن طارق شرفتنا. حبيبي يا هوب. نورتنا. كابتن مين؟ حبيبك كابتن مهيب. شرفتنا ونورتنا. وحامد حمدان هو ارطغرل الكره المصريه. يعني لما بشوفه كده هو يعني حاجه. انا بحب حامد حمدان على المستوى الشخصي، وراجل مجتهد واخلاق عاليه جدا، وعنده يعني سمات حلوه يعني مش موجوده في لعيبه كتير جدا، او نسينا الحاجات دي من زمان. هنطلع فاصل ونرجع نستقبل محمد صديق احمد صالح في حوار مهم جدا عن تشكيله منتخبنا الوطني.
اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برحب بضيوفي الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. كابتن احمد صالح، اهلا بيك كابتن احمد. كابتن مهيب شرفنا. كله تمام الحمد لله، كله كويس. كابتن صديق، كابتن مهيب، 2 مديرين فنيين كبار قوي. ها ربنا يخليك بس واعدين بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن عايزين الله نشوفكم بقى في فرقه 50 سنه، خلي بالك يعني. لا وبعدين فين؟ والله 50 سنه، والله انتوا مدربين جامدين. 48 سنه انا واحد. يعني كل الناس بيتكلموا عليكم كويس. احمد صالح كان مدير فني لدايموند، واخر حاجه دي صح؟ صح، اخر حاجه. وانت كنت في انبي، يعني لا يعني عندكم فكر وما شاء الله، يعني حاجه محترمه جدا. الحمد لله، ان شاء الله باذن الله جاي. طيب ان شاء الله. نروح لاغادير لزميلنا عبد الرحمن طارق. ماذا يحدث في اغادير عبد الرحمن؟ كابتن مهيب، برحب بيك وبضيوفك الكرام كابتن احمد صالح وكابتن محمد صديق. النهارده كان المران الاخير والختامي لمنتخب مصر. المران النهارده شهد عده تغييرات بالنسبه للتشكيله. كابتن مهيب هبدا معاك بيه بقى على طول. ممكن بكره نشوف مفاجاه في تشكيل منتخب مصر بمشاركه ابراهيم عادل اساسيا. يبقى التشكيل زي ما هو: محمد الشناوي، محمد حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، باك رايت محمد هاني، في نص الملعب ابراهيم عادل ومروان عطيه، وقدامهم تريزيجيه وصلاح ومرموش. هتقول لي ابراهيم عادل على حساب مين؟ على حساب زيزو او امام عاشور. هيلعب تاني جنب مروان عطيه. تاكد غياب الثنائي اسامه فيصل ومهند لاشينا كابتن مهيب عن المباراه بكره. النهارده الثنائي كانوا بيلفوا حوالين الملعب، ما شاركوش في المران الجماعي للفرقه. كابتن حسام حسن عقد جلسه مع اللعيبه وقال لهم مباراه بنين دي لازم تلعبوها كانها نهائي دوري بطوله الامم. ما فيش حاجه اسمها منتخب ضعيف. اديكوا شفتوا امبارح تونس خرجت ازاي امام مالي، ومالي كانت بتلعب ب10 لاعبين. لازم تاخدوا المباراه بقوه، لازم تاخدوا المباراه ان هي نهائي البطوله عشان نقدر نعدي ان شاء الله للدور اللي بعد كده. جميع اللعيبه كابتن مهيب على قلب رجل واحد، دايما زي ما احنا كنا بنقول دايما مع حضرتك على طول عايزين ياخدوا البطوله. النهارده اتكلمنا مع الشناوي واتكلمنا مع فتوح واتكلمنا مع مروان عطيه قبل المران، اكدوا ان مفيش هدف لديهم غير الحصول على البطوله، وده برضو هدف الكابتن حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر يا كابتن مهيب. هو ايه الاشاعه اللي كانت طالعه بتاجيل مباراه مصر وبنين؟ لا، مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص، عشان خاطر الاجواء هنا يعني لا يتلعب الماتشات يا كابتن مهيب. في امطار، في سيول، لكن امبارح كان الجو صعب جدا، لكن منتخب مصر خاض المران بشكل طبيعي. النهارده برضو الصبح كان في امطار وسيول غزيره جدا يا كابتن مهيب، لكن المنتخب خاض المران بتوقيت الساعه 5 بتوقيت مصر يا كابتن مهيب. ما كانش فيه امطار، كان الجو جميل. بكره برضو نفس الكلام، هيبقى زي النهارده، هيبقى الصبح فيه امطار، ولكن بعد كده يا كابتن مهيب هيبقى الجو عادي. بالمناسبه يا كابتن مهيب، المغرب كانت مديه يومين اجازه لجميع المواطنين بسبب الاحوال الجويه امبارح والنهارده. بكره الامور عاديه جدا يا كابتن مهيب ان شاء الله. بشكرك. اغادير كمان عشان مدينه ساحليه، فالجو فيها بيبقى متقلب شويه عن بقيه المدن اللي موجوده في المغرب. بشكرك زميلي العزيز عبد الرحمن طارق. ونروح لكابتن احمد صالح. ايه اخبار التشكيل؟ يلا على البوديوم ورينا انت حاطط ايه التشكيل وطريقه كابتن حسام وهيعمل ايه. انا شايف يعني شايف يعني عبد الرحمن بيتكلم بيقول ان ابراهيم عادل هيلعب. هو ممكن يكون الكابتن حسام حسن بيجرب في التمرين. طب انت حطيت التشكيل ده، قول لي بناء على ايه؟ فكرت في ايه؟ انا حطيت التشكيل ده بناء على الماتش اللي الكابتن حسام حسن لعبه. أيوة. وغيرنا طريقه اللعب بيه، اللي هو 5-3-2 او زي ما بيتقال. سيبك من الطريقه، لكن او سيبك من حته ان انت 3-4-3 او 3-4، سيبك من المسمى. أيوة. لكن هو كابتن حسام عايز يقفل الحته الدفاعيه بشكل كويس. هيلعب. طب انت حطيت زيزو، بس الواضح ان ابراهيم عادل هو اللي هيلعب. لو ابراهيم عادل لعب فيها هتبقى في مشكله لتريزيجيه. لو وديت تريزيجيه ناحيه اليمين او وديت ابراهيم عادل ناحيه اليمين. ابراهيم عادل بيحب يلعب ناحيه الشمال، وينج شمال. فده عدله ابراهيم عادل. الامكانيات بتاعته بتبان في الحته دي. أيوة. نفس الكلام تريزيجيه. يعني احنا ما بنشوفش تريزيجيه ناحيه اليمين كتير. هتبقى صعبه شويه. فانا اعتقد ان كابتن حسام حسن بيجرب بس في التمرين. يمكن عشان كده عبد الرحمن او الناس اللي شافت التمرين فقالت ممكن يغير. هو بيجرب عشان ممكن يعملها في تغييره، يودي
حد ناحيه يمين يجربها، لكن انا اعتقد ان التشكيل هيبقى زي ما هو، هيلاعب زيزو ما هو. ده انت لو طلع التشكيل زي ما هو انا هجيب لك جايزه كبيره ان شاء الله يبقى زي ما هو، لان لو حصل تغيير هتبقى فيها بعض اللخبطه في حته نص الملعب، تريزيجيه وابراهيم عادل. لان الاثنين بيلعبوا ناحيه الشمال. ما هو تريزيجيه ينزل نص ملعب. ما هو نص الملعب انا حاطه هو كده تريزيجيه 8. ايوه. ولان انت بتلعب دلوقتي صلاح ومرموش. ايوه. فوق صلاح ومرموش فوق ليه؟ لان تريزيجيه مرموش هنشرح على السبوره. يعني مثلا رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحمدي فتحي هينزل مساك عشان الحته واحنا بندافع تبقى مثلا ليبرو حمدي فتحي ليبرو 5-3 او 5-4-1. ايوه. يعني تبقى 5-4-1 لان احنا في حته حمدي فتحي بيرجع كمساك بتقفل حته المساحات. كمان حته ان مرموش وصلاح في الحته اللي فوق، صلاح في حته الوينج بيدافع في حته ممكن ينزل شويه، يبقى انا بدافع في الجبهه دي بهاني محمد هاني وربيعه وزيزو وبيجي معاهم مين؟ مروان عطيه. يعني انت هتشتغل كجبهات، هتقفل الجبهات في الحته دي. لو من نص الملعب يبقى الاثنين مساكين والثلاثه اللي في عمق الملعب مع حمدي فتحي، يبقى انا قافل عمق الملعب بشكل كبير جدا جدا. من الناحيه الثانيه هتبقى تقفل بحمدي وربيعه ومروان عطيه وتريزيجيه وبينزل مرموش في الحته دي. طب لو نزل كده شايف التغييرات تبقى على حسب ظروف المباراه؟ انا بغير على حسب ظروف المباراه. الحته الاضعف عندي او اللي افرض مثلا في عندي حته ضعيفه في الماتش مثلا عند هاني فبغير هاني. ضعيفه عند حمدي فبغير حمدي على حسب سير المباراه. مين اقرب للنزول مثلا في المباراه كبدله؟ لو التشكيل ده حصل فيه بيبقى عندي مثلا امام عاشور تغييره كويسه. انا كمان ما بداتش امام عاشور علشان الفتره اللي فاتت امام بعد موضوع التعب اللي جاله ده فلسه مش في النواحي البدنيه بتاعته العاليه. لسه مش فت قوي. كمان ابراهيم عادل لما ينزل مفتاح لعب كبير جدا جدا للمنتخب. مصطفى محمد انت عندك بدائل كويسه جدا جدا. تمام تمام. يلا يا كابتن صديق اتفضل ورينا ايه اللي هيحصل لو لعب بزيزو بكره. ماشي نتكلم في الحلقه الجايه. طبعا ماشي نتكلم في الحلقه الجايه. انا تشكيلي مختلف. انا تشكيلي مختلف شويه يا كابتن مهيب. كابتن احمد يمكن زي ما اتكلمنا يلعب بالثلاثي اللي ورا رامي ربيعه طبعا، محمد شناوي حارس مرمى، ورامي ربيعه وحمدي فتحي وياسر ابراهيم. وبينزل في نص الملعب بيلعب محمود تريزيجيه ومروان عطيه، وعلى الاطراف محمد هاني ومحمد حمدي وابراهيم عادل ومحمد صلاح وعمر مرموش. ليه هتقول لي كده؟ هقول لك علشان اللي هيحل المشكله دي كلها في ان محمود تريزيجيه ينزل في نص الملعب هو حمدي فتحي. يمكن هيأدي الدور اللي كان بيأديه لو تفتكر هاني سعيد مع كابتن حسن شحاته لما كان بيلعب في وسط المدافعين. ليه كابتن حسام غير زيزو بابراهيم عادل؟ انا من وجهه نظري هو عايز يمسك نص الملعب، خاصه نص الملعب بتاع منتخب بنين مش المنتخب القوي اللي هو ان احنا ممكن نخاف منه او ممكن ان احنا نعمل حساب ليه، خاصه ان الثلاثي ده كابتن مهيب كابتن احمد يمكن دوكو دودو لاعب سموحه وهو بيلعب دلوقتي في البرتغال، وبيلعب حساني لعب قبل كده برضه في مودرن فيوتشر، ولعب قبل كده برضه سمادو لاعب سموحه والمحله. فاعتقد الثلاثي لعبوا في الدوري المصري يعني سمادو وحساني ودوكو دودو لاعب سموحه السايو وبيلعب دلوقتي في البرتغال. اعتقد هو مش منتخب يعني مذاكر انت صديق مذاكر نص ملعب يا كابتن مهيب، مش نص ملعب مش بقوه المنتخبات الافريقيه اللي احنا لعبناها قبل كده سواء جنوب افريقيا او الادوار اللي هي طب ايه اللي يخوفنا من بنين؟ انا عن نفسي انا شايف ان كابتن حسام حسن عنده الشخصيه الهجوميه اللي ممكن يهاجم بيها المنتخب، عشان كده هو من وجهه نظري ان هو يعني عايز من بدري يخلص بوجود ابراهيم عادل، وبيزق تريزيجيه قدام في نص قدام في الثلث الهجومي، وحمدي فتحي بيتسحب مع مروان عطيه بيبقوا اثنين في نص الملعب. يبقى كده مأمن يعني عامل توازن دفاعي، عامل توازن دفاعي، وان كان الشكل الهجومي اكتر منه شويه. يعني انا كنت اتمنى طبعا، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان يبقى عندي عمق هجومي بوجود مصطفى، ولكن
الحاله الفنيه والبدنيه اللي عليها مصطفى محمد يعني ما تاهلوش يا احمد ان هو يلعب من بدايه اللقاء. وشايف ان عمر مرموش ان شاء الله باذن الله وصلاح وابراهيم عادل معاهم تريزيجيه 4 بمسانده مروان عطيه وباك او من الاطراف سواء محمد هاني او محمد حمدي يعملوا مسانده هجوميه بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. مع الضغط الهجومي ممكن ان احنا نخلص بدري ان شاء الله. شكرا يا كابتن صديق. تعالى. طيب يعني انا كان في لقطه بس في التمرين، لقطه امام عاشور مع كابتن حسام هو وصلاح تقريبا، مش في التمرين ده، في التدريب اللي فات، مش تدريب دوت، في التمرين اللي فات. يلا نروح للقاء مع فرحه جماهير المغرب بالفوز والتاهل لدور الثمانيه بعد الفوز على تنزانيا. مبروك للمغرب. مبروك للمغرب، بارك الله فيك. كانت مقابلة جيدة جدا. الحمد لله الآن المغرب في ربع النهائي إن شاء الله. أنتم مصريين على ما أظن، إن شاء الله نلقاكم في المباريات بعد نصف النهائي أو ربع النهائي إن شاء الله. الفوز اليوم كان جميل جدا، وهدف ل0 يعني جميل، ولكن هناك خطأ لمصينا كاد يكلفنا كثير، ولكن الحمد لله كانت مباراة جيدة. الأهم هو الانتصار. إن شاء الله يكون الفوز مستحق للمغرب ونديو الكاس إن شاء الله. وديما مغرب ومصر، انتم مصريين ياك؟ ومصر مصر لا مصر ندخلوا فابور ان شاء الله يتأهل، ان شاء الله يتأهل المغرب ويربح مصر والله. وفرحانين بهذا الفوز المنتخب المغربي، وتنتظروا المنتخب المغربي يزيد هنا لقدام ان شاء الله. والمقابله الثانيه اللي جايه ما بين الكاميرون ان شاء الله والجنوب الافريقي يكون نتيجه ان شاء الله، والفوز ان شاء الله يكون كاس افريقيا. ومبروك علينا ومبروك على مبروك. والله لا مبروك وحق الله، مبروك عليهم والله مبروك علينا ومبروك على الجميع. صراحه جميع المغاربه فرحانين جميع الدول، ماشي المغرب، جميع الدول العرب مرحبا بهم ومرحبا بكم عندنا ومبروك علينا. مبروك، الله يبارك فيك وشكرا والعقوبه لكم ان شاء الله. انتم مصر ان شاء الله يكونوا من الاوائل ان شاء الله. انا فرحان حيت ربح المغرب، واحنا دائما مغربين، ديما مغرب ان شاء الله. الفينال اللي كتبقى لنا في المغرب، مبروك المغرب، ونتمنى الفوز النهائي ان شاء الله ويديو الكاس ان شاء الله. ديما براهينا وديما مغرب، تحياتي لمصر. يعني لقاءات جميلة جدا بعد المباراة. بشكر زميلي وصديقي العزيز عبد الرحمن طارق، المجهود الكبير والشغل العالي قوي اللي انت عامله يا بودة، عامل شغل جامد جامد جامد. طيب توقعاتك ايه للمباراة غدا؟ ان شاء الله باذن الله انا متفائل. منتخب بنين منتخب محترم، بس مش منتخب مرعب زي المنتخبات الكبيره زي الكاميرون زي السنغال زي كوت ديفوار، لكن منتخب شفنا تنزانيا النهارده قدام المغرب. منتخب تنزانيا منتخب قوي والله منتخب قوي. يمكن منتخب بنين قوته في الثلاثي الامامي اللي هو الموني اللي بيلعب في تركيا والجناحين، هم يعني نقاط القوه اللي في الفرقه بتاعت بنين، مع الباك ليفت اللي هو روش اللي هو اللي بيشوط دايما من بعيد دوت، رجله جامده جدا يا مهيب. ويا ريت ما نعملش فاولات على ال 18، ويا ريت نقلل الكرات الثابته، لان هم دفاعهم قوي. دفاعهم ناحيه اليمين مش قوي. يمكن الظهير الايمن والمساك اللي وراه مش بنفس القوه بتاعت ناحيه الشمال. لا الناحيه الشمال قوي جدا. وبعدين يا مهيب عندهم ميزه مش موجوده في المنتخبات الثانيه. اقل واحد فيهم 190 سم. يا نهار ابيض. يعني بص بكره على الاربعه اللي ورا، سواء روش او الاثنين المساكين اللي جنبه، طوال يعني كلهم 190 188، يعني اقل واحد فيهم 188 ان هو الباك ليفت. طيب. يمكن النقطه ضعف الوحيده في الفرقه دي هي حارس المرمى. حارس المرمى ضعيف جدا. كابتن احمد، عشان بختم حلقتي، توقعاتك للمباراه وايه النقاط اللي انت خايف منها بكره من منتخب بنين؟ هي توقعات ان شاء الله نحسن نكسب 2-3.
لان احنا 2-3 يا رب يعني سجل ان شاء الله اهو. احنا عندنا الحته الهجوميه عندنا اقوى من خط الدفاع بتاع بنين. لان احنا عندنا صلاح ومرموش تريزيجيه ابراهيم عادل زيزو. امام زيزو. الحته الهجوميه عندنا حتى التغييرات فيها حلول للمنتخب ان انت تقدر تجيب جون او تعمل جون. الخوف بس الوحيد من الكرات الثابته، ان انت الكرات العاليه اللي بيننا وبينهم الالتحامات. لكن احنا في الحته الفرديه او حته ذكاء الملعب او ان احنا نقفل بالمجموعه اللعيبه اللي كابتن حسام حاططها، بندافع بشكل كويس جدا جدا ونشتغل كورتنا الطبيعيه في الحته الهجوميه. ان شاء الله احنا نقدر نكسب. مين كلمه السر بكره في منتخب؟ كلمه السر بكره هتبقى الجبهه الشمال بتاعتنا. حمدي صلاح ومرموش وجبهه زيزو تريزيجيه. كلمه السر بكره دايما صلاح ومرموش هم كلمه السر دايما في منتخب مصر. تمام. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا غدا ان شاء الله، وتبقى نتيجه ايجابيه نصعد بيها لدور الثمانية، وننتظر الفائز ان شاء الله من بوركينا فاسو وكوت ديفوار. اشكرك كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا كابتن صديق، شرفتنا ونورتنا. توفيق لمنتخبنا. اشوفكم غدا حلقه جديده من اللعيب على MBC مصر. الى اللقاء.